مساء الفل. هنتكلم النهاردة عن ملخص الأوضاع والأحداث الكتيرة جدا اللي حصلت الأسبوعين ولا 10 أيام اللي فاتوا دول. بداية بقى من إن مصر عملت مؤتمر اقتصادي والرئيس السيسي طلع يتكلم كذا مرة، وبعد كده البنك المركزي رفع سعر الفايدة 2% وعوم الدولار، ومصر أتمت الاتفاق بتاعها مع صندوق النقد الدولي عشان القرض، وبعد كده أمريكا قامت رافعة سعر الفايدة تاني 75 نقطة أساس. يعني كان أسبوع 10 أيام مليانين بالأحداث اللي بتأثر علينا كلنا بشكل يومي، وإحنا شايفين الدنيا أصلا مش ناقصة، هي خربانة خلقة. خلينا نتكلم النهاردة على الدولار بقى الشغل الشاغل لكل المصريين، بقوا بيتابعوا سعر الدولار كل يوم أهم من أي حاجة. تروح عند بتاع الجرجير يقول لك أصل الدولار زاد، تروح عند بتاع اللبن يقول لك اصل الدولار زاد. طبعا بتوع العربيات الله يحرقهم، دول اساسا زاد ما زادش هم راكبين الصاروخ وطالعين. كل حاجه بتجيبها بتتاثر بسعر الدولار. طب يا ترى سعر الدولار اللي كان قبل التعويم بيتكلم في 19 وشويه، النهارده بعد اسبوع من التعويم كسر ال 24.20، هيوصل لحد فين؟ خلينا نتكلم ببساطه كده من غير بقى تحليلات وارقام كتير. احنا عارفين ان في حاجه اسمها سياسه العرض والطلب. كل ما العرض زاد والطلب قل السعر بينزل، كل ما العرض قل والطلب زاد السعر بيعلى. طيب الفترة اللي فاتت دي كلها احنا ليه الدولار عمال بيزيد كده؟ عشان احنا ما عندناش دولارات كفاية وعايزين دولارات عشان نستورد حاجات كتير. بغض النظر بقى احنا ما عندناش دولارات ليه وعايزين دولارات ليه، في الاخر يعني انت في طلب كبير جدا على الدولار عشان نستورد حاجات اكل بقى، شرب، مواد اساسيه، مستلزمات صناعه، مستلزمات انتاج whatever، وما عندناش موارد دولاريه كافيه. عشان كده كان عندنا ازمه، وبقالنا مثلا من شهر 3 اللي فات قافلين الاستيراد، فالسلع ابتدت تقل، ابتدت اسعارها تزيد، حتى الحاجه اللي بتيجي بسعر دولار غالي، كل حاجه عماله بتغلى كل يوم. هو ده ببساطه مفهوم التضخم. طيب الدولار سعره هيفضل يزيد لحد فين؟ خصوصا ان البنك المركزي خلاص عوم الدولار وعومه تعويم حر مش تعويم مضار زي ما كان بيحصل قبل كده، وده بنسبه كبيره عشان شروط قرض صندوق النقد الدولي، اللي هي القصه مش في ال9 مليار اللي احنا هناخدهم اجمالي القرض ولا ال3 بتوع القرض بتوع الصندوق نفسه، لا، هي شهاده ضمان زي ما قلنا قبل كده لقوه الاقتصاد المصري عشان تقدر تبتدي تجذب استثمارات خارجيه. المهم يعني ان انت القرض ده على 48 شهر مش هتاخده مره واحده، فانت هيفضل عليك مراقبه كده من الاخر للبنك المركزي ان هو ما يقدرش يلعب في سعر الدولار، فهيفضل يزيد. هيزيد ليه؟ عشان احنا بقالنا 9 اشهر اهو ما بنستوردش، والبنك المركزي قال لك انا هفتح الاستيراد وهيبتدي يقضي على القوائم بتاعه الانتظار اللي موجوده. ده هيخلق ضغط عالي جدا على الدولار، واحنا لسه القرض اصلا ما جالناش، فيعني لسه عندنا مشكله في توافر الدولار، فهيبتدي يزيد. واحنا شفنا ان هو اول ما قال لك يا تعويم كان 19.5 نط 23، تاني يوم بقى 24، والمتوقع ان هو يفضل يزيد كده لحد شهر ديسمبر، لحد نص ديسمبر، لان الاجتماع اللي هيوافقوا فيه على القرض ختاميا ويبتدي يديك القرض الاجتماع ده في نص ديسمبر. فانت مش هيتوفر عندك مصادر للدولار غير من السياحة وقناة السويس الفترة دي كلها، في الوقت اللي انت عندك ضغط كبير جدا وعايز تخرج بقى الحاجات من المينا والحاجات اللي بتستوردها والكلام ده، ففي ضغط كبير جدا على الدولار، فسعره هيفضل يزيد لحد فين؟ ممكن يوصل لحد 25. ما اعتقدش ان هو ممكن يزيد اكتر من كده. طب هل 25 ده السعر العادل للدولار؟ لا، ده مش السعر العادل للدولار، بس ده نتيجة الزنقة اللي احنا فيها، الزنقة اللي حطينا نفسنا فيها. انت خلاص انت الوقت ده مزنوق، عندك دولارات كتيرة جدا محتاج ان انت تدفعها وما عندكش موارد، خلاص ادي الله ادي حكمته، فممكن جدا تلاقيه عمال بيزيد واحدة واحدة كده لحد ما يوصل لنص 12 ل 25. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيجي القرض بتاع الصندوق وممكن يبتدي يدخل استثمارات تانية. احنا داخلين على القصة بتاعت مؤتمر المناخ كمان اسبوع 10 ايام، فده برضو ممكن يجذب لنا شوية استثمارات كويسة ويحسن الصورة العامة. ده غير ان انت البيك بتاع سيزون السياحة في شهر 12 والكريسماس وراس السنه والقصه دي، واحنا عارفين ان اوروبا متلجه دلوقتي، ما عندهمش غاز وما عندهمش كهرباء وما عندهمش تدفئه، فاحنا طبعا عندنا امل كبير جدا ان السياحه تزدهر قوي الفتره دي، يعني الفتره اللي هي بتاعت نوفمبر لحد نص يناير كده.
فلو دخل مبالغ كويسة من السياحة، واحنا قناة السويس اصلا شغالة فول كاباستي وبتدخل فلوس يعني تاريخية، يعني الدخل بتاعها تاريخي الفترة دي، مع قرض الصندوق بتاع النقد الدولي، يبقى كده ابتدى يتوفر الدولار، وانت هتكون كمان خلصت على معظم الطلبات بتاعة الاستيراد. يبتدي يبقى العرض اكتر من الطلب، يبتدي السعر بتاعه ينزل، ويبتدي وقتها القضاء على ايه؟ السوق السوداء. ما هو انت طول ما انت عندك الدولار مش متوافر في البنك، حتى وهو سعره عالي لكن مش متوافر، الناس بتجيب من السوق السوداء، فيفضلوا الاتنين يعلوا على بعض. لكن لما يبقى البنك متوفر فيه الدولار، خلاص كده مش هيبقى فيه سوق سوداء، هيبقى فيه سعر واحد، يبتدي العرض يزيد عن الطلب وسعر الدولار طب يقل، يوصل لحد فين؟ رينج من 21.5 ل 23. ده اللي كل الخبراء بيتكلموا فيه. طيب الاسعار عماله بتزيد قوي ليه بقى دلوقتي كده بعد التعويم؟ عشان التجار ولاد لذينه حراميه ومستغلين، بس مش اكتر من كده. لان كل التجار اللي في مصر من اكتر من 6 اشهر بيسعروا على سعر دولار 24 جنيه، فما فيش اي حاجه اتغيرت، ومفيش اي سبب ولا اي مبرر لزيادة الاسعار اللي بتحصل دلوقتي غير ان هو استغلال وضعف رقابة من الدولة، مفيش اي سبب تاني. لكن في الاخر هي موجة وهتعدي، والمفروض ان الاسعار ترجع تنزل تاني. طبعا مش هتنزل للمستويات اللي كانت فيها قبل كده، بس هتنزل عن دلوقتي، الا بقى لو حصل في الامور وروسيا واوكرانيا كان ليهم رأي تاني، او الصين وتايوان كان ليهم رأي تاني، او كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كان ليهم رأي تاني، او اي اتنين بيتخانقوا في اي حتة كان ليهم رأي تاني بصراحة. يعني عشان يعني احنا شايفين الدول كلها شبطانة في بعضها حاليا يعني. فيعني ربنا يستر بقى كده والدنيا تمشي كويس، عشان المشرحة مش ناقصة قتلة. احنا ايه يا دوبك مكفيين نفسنا والدنيا يا دوبك. واتمنى ان مؤتمر المناخ، وهنعمل فيديو عن القصة بتاعت مؤتمر المناخ ده، يجي لنا باستثمارات كويسه، لان هو طبعا الموضوع مش قصه مناخ يعني خالص، يعني مش الهدف منه قصه المناخ. طبعا في جزء منه، بس الهدف الاساسي من الموضوع مش المناخ خالص الحقيقه. فده كان فيديو سريع كده عن القصه بتاعت الدولار، والدولار هيوصل لحد فين الفتره الجايه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.